السلام عليكم. اللي مع وصفات موالي جيتكم بواحد الوصفه اللي هي موسكوتشو بالتفاح. يجي شباب، يجي بنين، خاصه مع الموسم تاع البرد، يعني ناكلوه شويه دافي يجي رائع. اذا واش راح نحتاجو في الوصفه؟ راح نحتاج هنا 3 بيضات كاملين، كاس الا ربع تاع السكر، راح نحتاجو نص كاس تاع الزيت، 2 كيسان ونص تاع فارينه، كيس تاع خميره كيميائيه، لافاني بطبيعه الحال. راح نحتاج هنا درت في الكاس هذا درت علبه تاع الياغورت طبيعي. اذا درت علبه. هذاك اللي بقى لي واش ندير؟ نكملو حليب باش نعمرو كاس، يعني راح يجينا حوالي نص كاس تاع تاع الياغورت ونص كاس تاع الحليب. ها هو معنا واجد. اذا نبداو بالطريقه مباشره. واش ندير؟ اول مرحله ندير هذاك البيض، نزيد معاهم هذاك كاس الا ربع تاع السكر. اللي تحب الحلاوه تقدر ديري حتى كاس كامل. اذا نخلو هذا التفاح على جهه من بعد نستعملوه. اذا نخلط شويه هذا البيض مع السكر. بعد ما خلطتهم مليح نضيف عليهم حوالي مغرفه صغيره معمره مليح تاع لافاني. نزيد نخلطهم مع بعض ونضيف عليهم هذاك نص كاس تاع الزيت. راح يكون كافي نص كاس. نضيف عليهم هذاك الكاس اللي نصو حليب ونصو ياغورت طبيعي. هذاك الياغورت طبيعي واش يدير؟ راح يدير لنا خفه المسكوتشو تاعنا ولا الكيكه. من بعد راح نضيف 2 كيسان ونص تاع الفارينه. اذا نعمر الكاس الاول. اذا هذا كاس نغرب له بطبيعه الحال. نزيد الثاني، ندير كلشي مع بعض ونزيد نص كاس بهذه الطريقه مع كيس تاع خميره كيميائيه 10 غرام. اذا نغربل كلشي. بسم الله. نخلط كلشي مع بعض حتى ينسجم لنا الخليط، ولا عندنا يعني خليط ليس نحبسو التخلاط. اذا ها هو الخليط تاعنا اللي تحصلنا عليه. الان واش ندير؟ نحكم حبه تاع التفاح من هذوك الزوج نخليهم. اذا نحكمها نقشر ديك التفاحه. من بعد ما قشرت هذيك التفاحه وقطعتها قطع صغيره نضيفها للخليط تاع الكيك تاعنا. اذا نخلطو مليح باش يولي كامل مع الخليط تاع المسكوتشو تاعنا. نحكم امول. ها هو المول تاعنا فيه يعني فيه 30 على 25 سنتيم. دهنته بالزبده وغبرته بالفارينه. نفرغ الخليط تاع المسكوتشو تاعنا. حنا ماذا بينا جينا هابطه، يعني ما جيناش طالعه بزاف. ديري مول يكون شويه كبير، ميم درتي دائري ديري يكون فيه حوالي 28 سنتيم. من بعد 2 حبات تفاح قشرتهم قطعتهم براج بهذه الطريقه. اذا نستفهم على الوجه تاع الكيكه تاعنا. من بعد واش درت هنا؟ حكمت مغرفه صغيره تاع السكر مع مغرفه صغيره تاع القرفه. يعني دائما كي نقولوا التفاح نحبوا نديروا معاه القرفه لانه يتماشى معاه. اذا نخلط هذاك السكر والقرفه. وين ندير غير فوق التفاح فقط. لاحظوا معنا. اذا ندير غير فوق التفاح هذاك السكر والقرفه، يعني ما نديرش فوق البسكوي. نديرو شويه شويه حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. وهذاك الفراغ اللي بقى اختياري ندير له شويه تاع الججلان هكذا باش يجي الشكل تاعها شباب كي يطيب لنا. اذا ندير له الججلان. اللي ما يحبش الججلان تقدري ديري اي مكسرات يكونوا عندك مطحونين لكن ما يكونوش محمصين. اذا وندخلوا الفرن يكون شعلته من قبل على 180 درجه يسخن مليح. ندخلها يطيب حتى نشوفوها طلعت وحمارت على الوجه تاعها. نخرجها ونعاود نرجع لكم. بعد ما طابت الكيكه تاعنا ها هي التفاح. شوفوا كي درت له هذاك السكر والقرفه
هذاك الجلجلان طاب لنا روعه. من بعد واش درت له واش راح ندير يعني، هنا عندي شويه تاع معجون خلطته مع شويه تاع العسيله. كيما تقدري ديري العسيله وحدها ولا ديري معجون وحده، ولا يكون عندك شويه تاع الناباج. وندير على الوجه هكذا باش يعطيلو يعني منظر شباب. الوصفه تاع النهار اليوم هي معنا واجده، اذا نقسم منها قطعه هكذا باش تشوفوها كيفاش جاتنا. بسم الله. علاش نحب نديرها في هكذا يعني مول هكذا باش تقطعيها مربعات وتجيك شابه. اذا ها هي معنا. كاين بزاف ناس يحبوا ياكلوا الطرف، كاين يحبوا ياكلوا الوسط. اذا الوصفه تاعنا اليوم لاحظوها معنا. اذا راح تصيبوا التفاح في الوسط طايب مع هذاك الوجه تاعو مع هذاك الدجاج المحمر، تجي رائعه. نتمنى انكم تجربوا الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.